السلام عليكم ورحمة الله. تنطلبوا من الملك ديالنا نصره الله إلغاء مهرجان موازين. السلام عليكم. كنطلبوا من الملك محمد السادس الله يوفقه للخير انه يلغي مهرجان موازين. مهرجان موازين في هذا التوقيت هذا ما عنده لا طعم ولا رائحه، خاصه ان خوتنا كيتقتلوا. الظرفيه الاقتصاديه اللي كيمر بها المغرب ظرفيه صعيبه بزاف، فاخر حاجه اللي ممكن اننا نعملوها في هذا الوقت هذه هي اننا نرقصوا ونشطحوا ونغنيو. فلذلك كنلتمسوا من الملك محمد السادس امير المؤمنين ورئيس لجنه القدس انه يلغي مهرجان موازين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. راه لا يعقل أن لنا إخوانا في غزة يموتون جوعا وظلما وعدوانا وحنا نديروا مهرجانات ونفرحوا وننشطوا. لذلك نطالب من الملك ديالنا أنه يلغي مهرجان موازين. السلام عليكم ورحمة الله. من مواطن مغربي مسلم إلى أمير المؤمنين جلالة الملك رئيس لجنة القدس الشريف. يا جلالة الملك، نحن الشعب المغربي شعب مسلم وأنت أدرى بنا، وأنت أميرنا أمير المؤمنين، وأنت رئيس لجنة القدس الشريف. يا جلالة الملك، أنت أدرى منا بأن المؤمن أخو المؤمن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وانطلاقا من هذا الحديث الشريف نطالب جلالتك ونلتمس منكم بصفتك رئيس الدولة وبصفتك أمير المؤمنين وبصفتك رئيس لجنة القدس الشريف أن تلغي مهرجان موازين الذي ينظم تحت شعار مغرب الثقافات. ثقافة المغاربة هي ثقافة المسلمين، هي ثقافة لا يمكن أن نرقص في وقت عصيب كهذا. لذا نلتمس من جلالتكم إلغاء هذا المهرجان، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنطلبوا من الملك ديالنا حفظه الله إلغاء مهرجان موازين، ليس فقط في هذه الظرفية وإنما إلى الأبد. كنطلبوا الملك ديالنا بإلغاء مهرجان موازين، فراه من الخزي والعار أننا ننظموا مهرجان بالملايير ويحضروا ليه الآلاف ديال البشر، والرقص والفجور، وخوتنا في فلسطين كيموتوا بالقصف والجوع. اش من رسالة بغينا نوصلوا؟ السلام عليكم ورحمة الله. معكم مواطن مغربي التمس من ملكنا محمد السادس نصره الله إلغاء مهرجان موازين، وشكرا. السلام عليكم، أنا مغربي كنطلب من الملك ديالنا أنه يلغي مهرجان موازين. لا يعقل أن إخواتنا كيموتوا في غزة ونرقص ونستمتع على أنغام دمائهم. السلام عليكم. بصفتي مواطن مغربي مسلم أطالب صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله أن يعطي أوامره بإلغاء مهرجان موازين جراء ما يقع لإخواننا في غزة من ظلم وعدوان وشتى أنواع الإبادة. فنحن كمسلمين لا يشرفنا أن نغني ونرقص وإخواننا يقتلون ويبادون في كل ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله.